مولود برج الحمل والأسبوع الأول من شهر فبراير 2026 راح نبدي أسبوعنا وفق الهيمنة الكوكبية اللي موجودة في برج الدلو الآن. مولود برج الحمل عنوان هذا الأسبوع يحمل قرارات تغيير مسار بالنسبة إلى مولود برج الحمل. راح نتحدث على الصعيد المهني العاطفي أيضا. ممكن هذا الأسبوع يحطك أمام بعض الحقائق المهمة. مولود برج الحمل تنتبه، بعض الحقائق المهمة راح يخليك أمامها هذا الأسبوع بتفكير بتغيير نظرتك. ممكن نظرتك تتغير للناس، نظرتك تتغير للمحيط، وكأنما مولود برج الحمل يقول بهاي الفترة أنه مو كل شيء من حقه أنه يكون هو محور اهتمام حياتي، وكأنما مو كل شخص يستاهل مكانه بحياتي. هكذا راح يكون تفكير مولود برج الحمل خلال الأسبوع الأول من فبراير. على الصعيد العاطفي انجذاب أو فتور يحتاج حسم منك مولود برج الحمل. أكو بعض التغييرات العاطفية، ممكن انجذاب قوي وممكن فتور قوي يحتاج منك أنه تحسم، يا إما أنجذب فعلا يا إما أنهي كل شيء. على الصعيد المهني أكو فرص راح تجيك وفق إبداع جديد، فكرة جديدة ممكن تقوم بها. اختيارك الصح راح يختصر عليك الطريق تماما مولود برج الحمل خلال الأسبوع الأول من فبراير. مولود برج الثور والأسبوع الأول من شهر فبراير 2026 ابتداء من 1 انتهاء ب7 فبراير. عنوان الأسبوع مولود برج الثور كسر الروتين بثبات، وكأنما كسر بعض القيود القديمة، كسر روتينك بثبات. راح تحس بضغط يخليك تعيد بعض الحسابات بالنسبة لك مولود برج الثور. التغيير صار ضروري مو اختياري، يعني مو بكيفك انه ما تغير، لا ضروري انه تغير مولود برج الثور كثير من الافكار والمعتقدات. على الصعيد العاطفي لا تخلي الخوف يسيطر عليك، اندفع بقوة ولا تتردد أبدا. أدري بيك تردد بالعاطفة، لكن الخوف نخليه على جانب حتى نسيطر. على الصعيد المهني خلال الأسبوع الأول من فبراير مولود برج الثور مسؤولية راح تثبت قوتك من خلالها، والهدوء راح يحميك تماما بدون توتر من قرارات خاطئة ممكن تقترفها أثناء العصبية والاندفاع. المرونة هي سر نجاح هذا الأسبوع مولود برج الثور. مولود برج الجوزاء عنواننا لهذا الأسبوع يقول فكرة راح تقلب المعادلة بالنسبة لك. ابتداء من 1 انتهاء ب7 فبراير هو هذا أسبوعنا، يتلخص بهاي الأيام السبعة. تفكيرك نشط وأفكارك واضحة خلال الأسبوع نتيجة تأثير الهيمنة الهوائية اللي متواجدة الآن في برج الدلو. موضوع قديم ممكن يرجع إلى النقاش مرة ثانية، انتبه، موضوع قديم نناقشه مرة ثانية ونفوز به. على الصعيد العاطفي حوار راح يفتح أبواب جديدة بالنسبة إلى مولود برج الجوزاء. امضي قدما، حوارات حلوة ناجحة راح تفتح لك أبواب عاطفية. على الصعيد المهني تواصل ناجح تماما خلال الأسبوع يغير اتجاهاتك الفكرية والمهنية. انتبه لكلامك وتأثيره، خليه بمكان الصحيح. الفرص قريبة منك، حاول تقتنصها مولود برج الجوزاء. مولود برج السرطان والأسبوع الأول من فبراير 2026 ابتداء من 1 انتهاء ب7 فبراير. العنوان لهذا الأسبوع الشفاء من الداخل. شفائك يتبلور داخليا مولود برج السرطان. أكو مشاعر قديمة راح تطلع بهدوء تماما. أيضا تحتاج تصالح قبل أي خطوة تخطيها. أنت تحتاج إلى تصالح مع الذات ومع الآخرين. عاطفياً راح تبحث عن أمان حقيقي خلال الأسبوع، وكأنما أنت مضيع الأمان ودا تبحث على هذا الأمان داخل قلب الشريك. مهنياً قرارات تحتاج منك إلى صبر، قرارات تحتاج إلى صبر. لازم تضغط على نفسك تماماً حتى قراراتك تكون صائبة خلال الأسبوع. الراحة هو جزء من الحل خلال هذا الأسبوع الأول من فبراير مولود برج السرطان. مولود برج الأسد والأسبوع الأول من فبراير 2026. أسبوعنا راح يتلخص من 1 إلى 7 فبراير. عنوان الأسبوع وضوح بلا مجاملة. مولود الأسد وضوح دون مجاملة. العلاقات تحتاج موقف صريح منك يا أسد بدون لف ودوران حتى أثبت علاقاتي بالشكل الأمثل. التردد راح يزيد التعب، ما نتردد، نندفع بشكل واثق.
واثق الخطوة يمشي ملكا، مو شكل. عاطفيا يا تثبت يا تنتهي، يا أما تثبت علاقات يا أما تنهي علاقات مولود برج الأسد. على الصعيد المهني خليك واضح بطلباتك، يعني وكأنما أنت تطلب كأنما أشياء تعجيزية، أشياء مو بمكانها الصحيح. لا، حاول أنه تكون واضح بطلباتك حتى ما يصير لبس وممكن ترتدي بعض الأقنعة. ارتدي قناع القوة، قناع القوة فقط هو اللي راح يحميك خلال هذا الأسبوع. وأكو صديق هذا الأسبوع راح يريحك تماما، مولود برج الأسد. مولود العذراء والأسبوع الأول من فبراير 2026، أسبوعنا من 1 إلى 7 فبراير. مولود برج العذراء، عنوان هذا الأسبوع ترتيب الأولويات. العذراء ترتيب الأولويات. راح تحس بتعب يحتاج منك إلى بعض التنظيم، تمام؟ أكو تعب يحتاج بعض التنظيم. راح تحس أيضا روتينك يحتاج تعديل بسيط، كأنما روتينك المعتاد عليه بنوع من أنواع الخطأ، فراح تكتشف هذا الخطأ وتصحح هذا الروتين. عاطفيا مولود برج العذراء خلال الأسبوع الأول، الاهتمام أهم من الكلام، لازم نهتم بالفعل مو بالكلام مع شريك الحياة والحبيب. مهنيا التركيز يجيب نتيجة، خلينا نركز على أهدافنا حتى نطلع بأفضل النتائج. لا تحمل أكثر من طاقتك يا عذراء، لا تتحمل أكثر من طاقتك. التوازن ضروري 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 خلال أسبوعنا الأول من فبراير يا عذراء. مولود برج الميزان والأسبوع الأول من فبراير من 1 إلى 7 فبراير. عنوان الأسبوع يا ميزان لحظة تعيد التوازن، كأنما أكو لحظة خلال الأسبوع راح تعيد توازنها بالكامل. أكو فرص راح تفتح قلبك من خلالها. راح تحس بانسجام بعد فترة من التوتر، مرينا بتوتر نعم، لكن بهذا الأسبوع راح يحدث نوع من أنواع الانسجام ولحظة تاريخية مصيرية تغير مفاهيمك. على الصعيد العاطفي انجذاب أو مصالحة، ممكن تنجذب إلى شريك جديد أو تصالح شريك أنت متخاصم وياه. على الصعيد المهني أكو إبداع يلفت الانتباه بالنسبة إلى مولود برج الميزان، راح تخرج بلحظة إبداع تلفت أنظار المحيطين. استمتع باللحظة، لحظة الفوز، لحظة النجاح، ولا تضيعها بالتردد أبدا يا ميزان. مولود برج العقرب والأسبوع الأول من فبراير 2026، ابتداء من 1 انتهاء ب7 فبراير. عنوان الأسبوع قوة هادئة. مولود برج العقرب حقيقة تعب كبير تواجه بهاي الفترة نتيجة الهيمنة الهوائية اللي متواجدة الآن في برج الدلو وتجمع الكواكب ببرج هوائي. قرارات عائلية تحتاج منك إلى هدوء، تحتاج منك إلى تركيز. أيضا عاطفيا راح تحس بثقل وتعب عاطفي. الإصغاء أهم من الرد، حاول تسمع أكثر من ما ترد حتى لا تخسر شركاء العاطفة وشركاء الحياة. راح تحس بثقل لكن هذا الثقل هو مؤقت بالنسبة لك. أيضا على الصعيد المهني لا تدخل صراعات أبدا خلال الأسبوع، مشي الأمور، مشي المركب بهدوء بروية. الصبر راح يكشف بعض الحقائق ويوصلك إلى نتائج مرضية إن شاء الله. مولود برج القوس والأسبوع الأول من فبراير 2026، أسبوعنا راح يتلخص من تاريخ 1 إلى يوم 7 فبراير. عنوان الأسبوع يا قوس هو تغيير في التفكير. عنواننا الأسبوعي تغيير في التفكير. ممكن خبر يغير نظرتك لبعض القيم اللي أنت تعرفها ومحتفظ بها. تفكيرك راح يتوسع خلال الأسبوع. أيضا عاطفيا أكو كلام صريح مطلوب منك أنه تقوله، يعني وكأنما أنت لازم تكون صريح غير مبطن، واضح مباشر مع الشريك حتى ما تخسر جوانب الثقة. على الصعيد المهني أكو اتصال مهم، انتبه لأسلوبك. اتصال مهم ممكن يأتيك ببعض الفرص المهنية. أتمنى منك يا قوس أنه تنتبه لطريقة أسلوبك بالتعاطي بالكلام حتى لا تخسر بعض القيم المهنية وتكون أنت بالصورة الأوضح أمام شركاء العمل. الوضوح هو مفتاحك خلال الأسبوع يا قوس، وأتمنى لك أسبوع جميل مميز.
مولود برج الجدي والأسبوع الأول من فبراير 2026. أسبوعنا راح يتلخص من يوم 1 إلى يوم 7 فبراير. عنوان أسبوعنا يا جدي هو مراجعة القيم، كأنما أنت تبحث عن بعض القيم وإعادة صياغتها ومراجعتها. تفكيرك بالأمان والاستقرار يزيد حده، كأنما تبحث عن الأمان والاستقرار خلال فترة الأسبوع. المال منك يحتاج إلى بعض التنظيم، وكأنما تصرف فوق المعتاد. تنتبه إلى هذه النقطة يا جدي. أيضا عاطفيا لا تقسي على نفسك أبدا من خلال تعاطيك بالعلاقات العاطفية والغرامية. لا تقسي على نفسك أبدا يا قوس. المهنة أكو خطوة محسوبة أفضل راح تخطيها وتقوم بها خلال أسبوعنا الأول. الهدوء راح يبعد الأخطاء والأخطار بنفس الوقت. الصبر يثمر خلال أسبوعنا، فكأنما إيش قد ما صبرت إيش قد ما راح تثمر يا جدي. مولود برج الدلو والأسبوع الأول من فبراير 2026. أسبوعنا من 1 إلى 7 فبراير. مولود برج الدلو أنت نجم الساحة وملك الساحة. عنواننا هذا الأسبوع أنت تحت الأضواء، أنت في مركز الاهتمام. الأنظار عليك يا دلو. تجمع كوكبي كبير عندك خلال الأسبوع الأول. الشمس، مريخ، عطارد، زهرة، كلها عندك يا دلو. ثقتك عالية لكن تحتاج إلى توازن، يعني لا تندفع هواية ولا تتردد هواية. عاطفيا شخص رح يلاحظك بعمق، كأنما أنت مرصود ومراقب عاطفيا، وشخص يحاول يمد حبال الوصل إليك. مهنيا أفكارك مميزة، ممكن من خلالها تدخل إلى حقول عمل كبيرة. لا تفرض رأيك أبدا، خليك معتدل. أفرض رأيك بإقناع مو بتعسف، بإقناع. خليك مرن بخطواتك، راح تكسب الكثير يا مولود برج الدلو خلال أسبوعنا الأول من فبراير. مولود برج الحوت والأسبوع الأول من فبراير 2026. أسبوعنا من 1 إلى 7 فبراير. مولود برج الحوت خلال الأسبوع عنواننا هدوء. هذا الهدوء هو يعالج، كأنما هدوءك رح يعالج كثير من تفاصيل الأسبوع. رح تحس برغبة بالانسجام، وكأنما أنت تعشق روحك وطاقتك مع المجتمع مع المحيط. فأنت تبحث عن التعشيق السليم الصحي. الهدوء رح يعيد ترتيبك وتنظيمك. كل شيء، كل ما كنت هادئ كل ما الأمور تتنظم بالنسبة لك. عاطفيا راحة قبل قرار، يعني حاول أنه ترتاح قبل لا تتخذ أي قرار. ما يصير أنت تعبان أنت معصب وتاخذ قرار عاطفي خلال الأسبوع. مهنيا لا تستعجل إطلاقا. اسمع حدثك، شنو تقول لك روحك، شنو يقول لك قلبك، امشي على هالأساس. لا تستعجل، لا توقع، لا تخطي بدون دراسة. هو يعني حدثك هو راح يعرفك الطريق ويوصلك إلى بر الأمان خلال حقلك المهني يا حوت. أتمنى لك أسبوع جميل وموفق يا حوت.